السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا النهاردة نشوف هنعمل ايه. سمي الله، نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. دي كوباية لبن يا حبايبي، درجة حرارة المطبخ، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقة خميرة، ومعلقتين زيت، وذرة ملح، ورقتين فانيليا. هندوب المكونات دي كلها في بعض حلوة كده. لا إله إلا الله. وده نص كيلو دقيق، هنعجنه حلوة كده. عجينة خلية النحل بتشبط يا حبايبي، انك تخدمي فيها شوية بس في العجين، ودي معلقتين كبار لبن بودرة. ولو حابة تستبدلي اللبن الحليب اللي حطيناه في الأول بمية عادي، مفيش مشكلة، بس مش هنستغنى عن اللبن البودرة. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين العجينة كده اهي، هنخدمها حلو على المفرش شوية كمان، أو على الرخامة، بمعلقة زيت أو معلقة زبدة لو عندك. أنا عملت زيت عشان ما عنديش زبدة متوفرة عندي دلوقتي. هو الزيت بس يكون زيت نظيف، نوعية نظيفة، ملهوش ريحة. طبعا المفرش السيليكون بتاعنا عذبني شوية، فانا هشيله، هحطها على الرخامة طبعا بنغسلها ونضيفها على طول. بتخدميها حلو في العجين لغاية ما المس يبقى ناعم معاكي كده وما تشبطش في ايديكي. بندهن بوله كده زيت حلو، ونقوم حاطينها ومغطينها بورق ستريتش، عشان او اكياس بلاستيك، 5 دقايق بس مش اكتر، عشان مش عاوزينها تختمر جو. طبعا يا حبايبي نقطعها حتت صغيره، كور صغيره، نعملها كده. وزي ما انت حسب ما انت عايزه تقطعيها، ممكن بايدك كده عادي. انا عملت بايدي برضو، كملت بايدي، ما عملتش بسكينه ولا حاجه ولا بمقطع. هنقطعها كور كلها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، حته كور صغيره اهي. وهنحشيها جبنه، اي نوع جبنه عندك، مثلثات، جبنه علب في بتاع التلاجة عندك، اي نوع انت حباه من الجبنه. عاوزه تعملها نوتيلا، شوكولاته، اللي ولادك حابينه، هتاكلي احلى صينيه خلية نحل، مش هتنسى حلاوتها. جربوها ومش هتندموا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بتبقى زي العسل. اعمليها المغرب وانت قاعده كده بالليل في السهره، مع كوبايه شاي او كوبايه لبن، تعمليها في اللانش بوكس لولادك، حاجه كده خرافه، ما فيش بعد كده. لو جربتيه مش هتبطلي عمايلها. طبعا يا حبيبي احنا حطيناها كده اهي، عملناها وعملناها في الصاج كلها. الصينيه بتاعتك مربعه، مدوره، الموجود عندك في المطبخ. هنغطيها شويه، وهنسخن الفرن بتاعنا حلو، وهنعمل التشريبه بتاعتها قبل ما تخش الفرن. شويه لبن، معلقه سكر، وهندوبهم في بعض، نشربها بيه. بتدي لها طراوه حلوه، وشويه سمسم، وبتبقى طعمها حلو. وهتحط عليها شويه سمسم من على الوش، اختياري، مش على حسب ما انت حابه. لو حابه عادي، حابه تعمليها كده عادي من غير سمسم، من غير حاجه كده عادي. هي غنيه لوحدها بالجبنه واللبن والحاجات اللي فيها، بصراحه مش محتاجه اي حاجه تانية. لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتس... ودعوه حلوه من قلوبكم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، حط عليها شويه سمسم. يكون فرنك على درجة حرارة 200 لو هو الفرن العادي، أو 220. أنا عاملاه في الفرن العادي، مش في الفرن البوتاجاز، الفرن الغاز العادي الموجود عندك. أنا حبيت أعملها في الفرن الغاز العادي عشان خاطر اللي ما عندهاش الفرن البوتاجاز بتاعها، لأن أغلبيتنا الفرن البوتاجاز بتاعنا بيبقى بايظ. زي ما انتم شايفين يا حبيبي كده، الفرن العادي اهو اللي أنا بستخدمه على طول لأي مخبوزات ليه. هنقفل عليها الفرن ونار هادية، وما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة. طبعا شوية شربات بارد خفيف،
وهتسقيها العسل بتاعها دي خفيف خالص، او عسل نحلة عندك ابيض عادي، وهي سخنة تديها لمعة وطراوة حلوة كده وما شاء الله. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. يا احلى عيلة، زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، وهشة وقطنية. مش هتنسى حلاوتها لو عملتيه، هتندمي لو ما عملتهاش. زي شايفين انا عايزة اطلع لكم واحدة هي سخنة لسه. شايفين والجبنة سايحة فيها مع التسكيرة ديت ما شاء الله، مش هتنسى حلاوتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، يسر علي كل صعب، هون علي كل عسير، احفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها وما يرى عليها يا كريم.